وامام الله غدوه يتحاسبوا هاد الناس اللي صابوطاو بوكو جون 15 16 17 وطلعوا وين يدربوا نفس الشيء مشكل. نفس الشيء مشكل. وصح حقيقه اليوم اللجان ماناش يخرجوا الديجان، بدليل انه الفئات الشبانيه المنتخب الوطني دائما اقصاءات متكرره. اليوم بوكو دو كلوب ما عندهمش وين يدربوا. الدراري اللي يروح يرفد بالون بيدو هذاك خلاص ما مقضي عليه، غير يروح يدير الفولي ولا باسكت. ما ترفدش بالون بيدك. اللي يلعب فوتبول اللي يلعب برجليه، فهمني؟ دونك 15 16 17 وطلعوا وين يدربوا. نفس الشيء مشكل. نفس الشيء مشكل. الحل الوحيد لازم يكونوا عندهم مينيموم او موان سونتر دونترينمون اللي فيه يا سيدي يا لو كان 6 7 تيرا، ما نقولوش 20 و17 ولا 30 كيما في اوروبا ولا في افريقيا دو سود ولا في الاهلي ولا. هذه لا ديفيرونس بين تكلم على زمان ما كانوش بزاف لي كاتيجوري، كانوا مينيم كادي جونيور سيتو والسينيور ديريكت. بصح هادو كي تاخذ مينيم عنده دو زور تاعو ما عندهمش كومبلي يونطرينيها، ولونترينور اللي اون فاس لعب فوتبول، ولا كاين اللي يلعبوا كانوا في الخارج وكاين اللي يلعبوا هنا وكاين اللي يلعبوا اون ايكيب ناسيونال وفي السن كبار ومربيين. دونك يديتيكتيو لك مليح لي جوار ويعاونوهم بور لور ديفلوبمون. هذه الفرق. اليوم بوكو دو كلوب ما عندهمش، سارتان كلوب ماشي كاع، ما عندهمش وين يدربوا. كيفاش انت تحب يخرج ان جوار؟ نو هما لي جوار. شوف لي جوار انت كي دير يجيو تريكوريتي يا سيدي، مانيش عارف انا شاك كاتيجوري تريكوريتي بور ديتيكتي تريكوريتي نقولوا 100 يجيو تشوفهم بصح يشوفوهم اللي يلعبوا فوتبول ماشي ما يلعبوش فوتبول، هادو غير يريحوا من اللور. هما اللي يخيروا يعرف بلي هذاك جوار مليح يكوشيوه، هذا مليح هذا مليح، يغربلوا باش يخيروا اللي ميور، ومن بعد بهذوك يسينيو لهم في الكلوب ويكملوا الخدمه معهم. فهمني؟ انت نعطيك ان اوتر ميور اكزومبل والو هما يزون بوكو دو مويان انورميمون دو مويان. البارسا باغ اكزومبل هذاك كو بارسي نروح لك الديفونسور ما راحلكش اليامال ولا كو بارسي لاري سونترال هذاك الولد 17 سنه في عمره، شفتوا وراهونا هكذا كبون صغير هكذا. هذا كيفاش اللي ديتيكتاه ماشي وحده، كانوا جماعه اللي يقعدوا في البارسا دوبوي دي زاني هما يخدموا مع لي جون باش يديتيكتيو لي يخيروا، قال هذا مليح كم هكذا، هذا مليح هذا مليح، ويحطوهم ويوجدوهم من بعد باش يسربيوهم ليكيب احنا هنا ما كاش وين تدرب وحده. ثانيا تو لي مويان سون مي على ديسبوزيسيون دي سينيور انورميمون يبزعوا اي تو الموند سي بوركوا. ولي جون ما كاين والو. كيفاش زلق واحد كيما عموره الان مثلا؟ عموره جاي في لعب. عموره قبل ما يروح يسيني في جيجل كان يلعب في الخرشالتم في جيجل في كاش طراب ولا سير كاع كيما اي واحد، كيما بولي كيما رونالدينيو كيما كاع من تما. ومن بعد كي راح سيني راح ديجا يعرف يلعب. اللي يقول لك هنايا فورمي جوار كذاب، اللي يقول هنا فورمي كثيرا يقولوا فورمينا ما كاش لي فورما في الجزائر. عباك واش تفورمي كي تجيبوا في عمره 6 سنين وي وهكذاك وتحس كاش يديروا في الخارج في اوروبا. كيفاش يديروا؟ يكونوا بزاف دراري 30 او 40 في التيرا هكذا، يعطيو لهم بالونات كل واحد بالون، ويقعدوا الناس اللي طاح في البالون تشوف لا توش تاع الولد كيفاش يجري بها، كيفاش يدورها كونترول. ما يحسوه بلي هذا يجي منه. وكاين الدراري اللي يروح يرفد بالون بيدو هذاك خلاص ما مقضي عليه، غير يروح يدير الفولي ولا باسكت. ما ترفدش بالون بيدك. اللي يلعب فوتبول يلعب برجليه، فهمني؟ دونك يخيروا هذا تكنيك مو لي بون باسكو غير عطاو له بالون طلع بدا يماني بالبالون بالاكستيريور، دونك يحسوه بلي ينجم يجي منه وهي رايحه. سي كوم سا سيرتوان انت ما كاش لي مويان مان او نيفو دي جون، يا با دو سيريو او نيفو دي جون، يا بوكو دو بيستون وخليه امور اخرى او نيفو دي جون. بوكو دو جون مسكرهم وامام الله غدوه يتحاسبوا هاد الناس اللي صابوطاو بوكو دو جون. الو كيفاش تتحب؟ واضح. امين اقصص، هل انت مع الاكاديميات على الاقل من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه في لا جينيراسيون هذوما اللي هم طالعين، ام تعتقد انه يجب ان نعود للطريقه الكلاسيكيه؟ يجب ان تكون فيه عدل في اختيار اللاعبين على مستوى الفئات الشبانيه، اختيار المربيين يعني لي زونترينور، هذا هو الاهم، وخاصه
لوتي دو ترافاي، يعني وسيله العمل اللي هي الملاعب والميادين من اجل تطوير المستوى. واش رايك؟ ضحكتني رضوان. علاه؟ عباك طرحت لي سؤال شغل صعيب بزاف. نقول لك علاش. اليوم ايكيب سينيور راهم يلعبوا لي كوب دافريك ما عندهمش وين يونطرينيو. انت كيفاش تهضر على كاتيجوري جان؟ صح. شوف انا يا الحمد لله راني نسافر نشوف وصح حقيقه. اليوم لي جان ماناش نخرجوا ديجان، بدليل انه الفئات الشبانيه المنتخب الوطني دائما اقصاءات متكرره. ما نجبدلكش منتخب الوطني، نحكي اون جينيرال على كاع لي كلوب كاع الجيريا. بصح شكون اللي يدرب هاد الشبان هادو صغار؟ اسكو هاد المدربين هادو عندهم خبره؟ اسكو عندهم كفاءه؟ على كل حال ما نحصلهاش غير في المدربين، ثاني المنشات ما كاش. صح. انت تجبد انتيرا لا دنيير فوا وريتو انتيرا فيها 20 مليون. صح. كاع لي كاتيجوري رونطرينيو فيه. تقريبا كيفاش ينجح اللاعب؟ مستحيل. اليوم شوف رضوان، المشكل سي با زعما شغل لازم دير اكاديميه، باسكو اليوم تروح ما باليش انا تروح للسبورتينغ، تروح هاد لي كلوب باري، تروح هادو عندهم منشات وين يدربوا يعني المشكل راهو في لوتي دو ترافاي، يعني وسيله العمل مش موجوده. انت اليوم حبيت نسقسيك، حنا الله يبارك دولة لاباس بها موفره امكانيات تمد دي بروجي. هاد لي بروجي هادوما يبداوهم قال لك نقولوا نسمعوا باللي حينطلق حين يبنوا ملعب ومن بعد اوب ما كاش. لا الان الملاعب كاينه الكبيره. خلينا راني نحكي على المنشآت صغيره. نعم. لهذا رضوان انا نقول باللي سي كراف اليوم ولا حنا الناس تشوف في السينيغال فوسهم يخرجوا لاعبين، تروح انت هادو لي جوار تاع السينيغال لا بليبار خرجوا من الاكاديميه. دونك علاش كاين وين يدربوا؟ انا اللي حبيت علاش قلت لك انا ضد، مانيش نقول ضد، انا ما عنديش الدروا، انا مدراي فقط، لانه كل بلاد عندها سبيسيفيتي تاعها. دوك انت تروح لاسبانيا كما كان يتكلمك على كوبارسي وعلى بيدري وعلى عندها خصوصيه. اذا متابعينا الكرام، كما كتعرفوا بلي ان الجزائر للاسف كتعاني بزاف من المشاكل الكبيره في البنيات التحتيه الرياضيه، خصوصا في مجال كره القدم اللي هي الرياضه الاولى في العالم. الناس في الجزائر عايقين بهذا الشيء، وكاين بزاف ديال الانتقادات على الملاعب والتسيير ديالها وحتى الفرق الوطنيه اللي كتلقى صعوبات باش تلعب في مستوى عالي. وهاد المشاكل كتشمل سوء الحالة الملاعب، ضعف التجهيزات وحتى الامكانيات اللي كتلقاها الفرق والانديه. من جهه اخرى، ملي كيشوفوا المغاربه كيفاش بلادهم طورات الملاعب بحال ملعب طنجة الكبير اللي هو واحد من احسن مركبات الرياضيه في العالم العربي، كيحسوا بالفخر حتى ان المغرب ماشي غير طول البنيات التحتيه، ولكن حتى اللاعبين المغاربه ولاو كيحظاو بالتقدير كبير على المستوى العالمي بحال ما شفنا في الالقاب والانجازات اللي حققوها في السنوات الاخيره. كما ان الجزائر دابا كتشوف هاد التطورات اللي وقعات في المغرب وكيتسائلوا علاش حتى حنا ما نقدروش نحققوا نفس الشيء. الاستثمار في البنيات التحتيه الرياضيه راه عنده دور كبير في رفع مستوى الفرق وكيشجع المواهب باش تبرز. كما كنتمنى من الجزائر تاخذ العبره من تجارب المملكه المغربيه على تطوير البنيات التحتيه وبناء الملاعب. اذا متابعينا الكرام، بغيتكم كاملين توصلوا هذا الفيديو لاكثر من 10,000 لايك، وتكتبوا لنا الاراء ديالكم اسفل الفيديو باش يوصل هذا الفيديو للاعلام العربي والاعلام العالمي.